الكرام، والكلمة الآن مع شيخنا الشيخ مجدي سعد، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، أتحدث معكم في نقطتين اثنتين لن أطيل عليكم، لأنني ما جئت هنا من أجل تفاصيل الحزب والدعاية الانتخابية وغيرها، وإنما جئت من أجل أن أقول كلمة لإخواني جميعا أن الطريق واضح، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه واضحة، وقد اخترنا طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، والتي منها الدخول في المجالس النيابية، واعتقدنا هذا أمر مطلوب على الساحة، وأن هذا لابد له من وقوع في بعض الأخطاء، ولا بد من التحمل للوقوع في الأذى حينما نواجه هذا الأذى، لأن الله تعالى حكى لنا عن لقمان حينما قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإذا الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تخلينا يوم أن فتح المجال أمامنا فنحن مقصرون. الذي يتكلم ويقول إن هذه مجالس الكفر وهذه مجالس الشرك، تشريع بغير ما أنزل الله، ويفتون في عضد الشباب، هذا ليس وقته. نحن الآن على ثغر من الثغور، لابد أن نقف على هذا الثغر ونسدد ونقال. لابد لنا وبفتاوى العلماء الكبار علماءنا جميعا الذين أفتوا بدخولنا المجالس النيابية، بل إن الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله أفتى بوجوب ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب المصالح، تكسير المصالح وتكسير المفاسد. فنحن إخواننا الكرام، أولا النقطة الأولى التي أريد أن أتحدث فيها وهي قضية أننا جميعا على ثغر من ثغور الإسلام، فإياكم وأن يؤتى الإسلام من قبلكم. نحن الآن كما أشار أخي الشيخ سيد أنه تجربة جديدة ولا بد أن يكون فيها أخطاء، ونحن نعترف بأي أخطاء ممكن تقع، لكن الواجب أمام هذه الأخطاء ألا نسكت عليها وألا نداهن في الحق ولا نميل ولا نركن إلى الظالمين، إنما يأخذ بعضنا على بعض برضه بأسلوب طيب وبنصيحة طيبة ليس فيها شماتة وليس فيها يعني إنه الأمر انتهى وإن الحزب ضاع وأن إخواننا بدأوا يستسلموا وبدأوا يتنازلوا إلى آخر هذا الكلام ممكن أن يشاع. إنما الواجب علينا جميعا أن يأخذ بعضنا على يد بعض بالمعروف وبطريقة طيبة ونصيحة طيبة. النقطة الثانية والأخيرة حتى لا أطيل عليكم، وهي الواقع اليوم أحداث يا إخواننا، أحداث خطيرة جدا بتحصل، أحداث خطيرة بتحدث، واليوم وأمس وأول أمس حدثت أحداث خطيرة جدا. لتعرفوا الفرق بين من يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة والذي يدعو إلى دين الله عز وجل ليس لشخصه ولا لذاته، وهؤلاء الذين لديهم عصبيات جاهلية. ماتش كورة يقتل فيه ويذبح فيه أكثر من 70 غير المئات من الجرحى، عصبيات جاهلية تؤجج البلد كلها، تولع نار في البلد، وهناك متربصون
يتربصوا بهذه البلد الدوائر، ولا يريدون هذه الانتخابات أن تنجح، ولا يريدون الإسلاميين أن يصلوا، إنهم يريدون فوضى. ولعلكم شاهدتم ما يسمى بالأناركية. الأناركية اللي هم الفوضويين الاشتراكيين الثوريين. ووقف قائلهم يقول إننا نريد أن نهدم هذه البلد ونهدم النظام ونهدم الجيش ونهدم مؤسسات الدولة لتبنى من جديد. هؤلاء الفوضويين الآن يشعلون البلد نارا. ما موقفنا نحن؟ النقطة اللي أنا عايز يعني أتكلم فيها بسرعة، وهي موقفنا نحن من الأحداث، لأن لا يمكن نحن نتغافل عن الأحداث، لا يمكن، ولا يمكن نحن نغلق علينا أبوابا ونقول خلي الأحداث تحصل وإحنا ما نرجعوا بالبحث. ما ينفعش هذا الكلام، لا يصح. إنما يجب علينا أن نعلم أن هناك وخلف الأبواب أناس يريدون إشعال هذا البلد وإشعالها فتنة، وإنه كل ما تم إنجازه يغيظهم. لما رأوا الإسلاميين قد وصلوا وسيطروا، هذا أنجد النار في قلوبهم مما أشعل نار الفتنة. وأنا أظن أن الذي يحدث كله من أجل أن يفشلوا دخول الإسلاميين، وأن الإسلاميين لا يصلوا إلى مراكز السلطة. إخواني الكرام، ما هو الواجب علينا الآن في مثل هذه الأحداث السريعة؟ وإن كنت أنا يمكن خرجت عن الخط بتاع إخواني فمعلش، هي نقطة واحدة بس، معلش. أنا أقول إخواني الكرام إنه ينبغي أن نهدئ الناس، وإحنا نهدأ ونثق في الله. لابد أن نثق في الله، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نثبت ونتقي الله ونعلم أن دين الله قادم، وإن كان بنا أو بغيره، لأن الله تعالى قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنسأل الله عز وجل أن نكون نحن ممن يدفع إلى الخير ويصبر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ويجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.